انت اتهجمت عليا امبارح. بيضربوا ابويا. السلام عليكم يا جماعة. ايا كان السبب اللي يخلي واحد صاحب بيت يمد ايده على راجل جد ابوه، حرام وقلة ادب وقلة ذوق انه يعمل كده قدام بنته وقدام الناس كلها، وهو شاب صغير والتاني راجل كبير في السن. فعلا الاحترام خلاص ما بقاش في احترام نهائي، ما بقاش في حد بيحترم حد خلاص. يعني انت عشان صاحب مكان وهو مستأجر عندك هتقل ادبك عليه وتمد ايدك عليه؟ البنت بتحكي اللي حصل وبتقول انها راحت بنفسها هي وابوها انهم يتفقوا معاه ويتفاهموا معاه، لقوا معاملة زي الزفت، ودخل واحد وقال لابوها لا ما تدخلش. اسمعوا البنت بتقولها. بعضنا ورحنا بيتنا في بيت جدي لحد ما نشوف المحاضر دي يعني هيعملوا ايه. المهم جينا يوم الجمعه اللي هو النهارده يعني بعد الصلاه، كان في علاج انا نسيت اجيبه لبابا ووالدي. والدي عنده 66 سنه، اكتر من 66 سنه. عنده السكر، سكر طبعا في حاله متاخره، وعنده القلب وبيغسل كلى. غير ان هو اصلا عنده اعزكم الله يعني مرض اسمه ايه الرعاش ده، مرض ايه يا رب اسمه، مرض الصرع. ومرض الصرع ده بنجيب له علاجه يعني مخصوص من التامين عشان علاجه بره غالي. فده العلاج احنا كنا انا للاسف نسيت اجيبه. انا في كام علاج كده سبتهم في البيت كنت فاكره ان ده مش تبعنا، فانا نسيت اجيب العلاج ده. فاحنا رحنا انا وبابا النهارده، خلصنا صلاه الجمعه يعني بابا خلص صلاه الجمعه وقال لي رحنا زي جاب العربيه بتاعتنا وقال لي تعالي نروح البيت نجيب حاجتنا، اجيب بقى الحاجه اللي في الفريزر وحاجات يعني بقيه العلاج ونجيب القطه ونيجي. انا وبابا بس اللي رحنا رايحين لقيناهم غيروا القفل بتاع باب الشارع وعايزين ندخل، مش عايز لقينا عاصم ده بقى نازل لنا امشوا بره محدش هيدخل، احنا عايزين ندخل نجيب علاجنا وهنمشي مش هنقعد، مش هدخل حد، واسلوب قذر جدا. وبعد كده كان في واحد واقف جنبنا اسمه سعيد ده يبقى عمهم، عم عاصم وعلي وحماه تمام. راح فتح الباب زي ما شفت في الفيديو، فتح البيت دخل سعيد وما رضاش يدخلنا. بابا زق الباب يقول له انا عايز اطلع اجيب علاجي، يقول له مش هدخل حد، امشي من هنا، وفضل يزعق وكده. عم سعيد بقى ده وسعيد فضل يكلم بابا بيقول له استنى يا حاج انا هطلعك بس استنى، واحنا واقفين ما بنعملش حاجه. لقينا في ثانيه الا ثانيه لقينا عاصم غريب ده بيتكلم مع اخوه علي بيقول له تعالى بسرعه غريب الحاج غريب هنا. والله يا استاذ كريم انا اقسم بالله مش فاهمه، احنا مستنيين نطلع، احنا واقفين ساكتين مستنيين بس نطلع الشقه. في دقيقه يعني ما كملناش دقيقه لقينا علي ده هو وقلاضيشه جايين، هو والرجاله بتوعه جايين الحاره. دخل بقى على والدي زي ما انت شفت في الفيديو بيقول له انا مش قلت لك ما تعتبش هنا، انا مش عارف ايه، انت ما بتسمعش كلام بابا. قال له هتعمل ايه يعني؟ بابا مش قادر يعني بيتكلم معاه وبيترعش مش قادر تعبان لانه ما كانش واخد العلاج الصبح. راح زي ما انت شفت كده ضربه قلمين. انا اضطريت ان انا استحمل واصور اللقطه ديت عشان تبقى اثبات. وجدع ان انت صورتي، جدع ان انت بتاخدي حقك وحق ابوك. التصوير بوقت بقى ياخد حق ناس كتيره، ومش من حق اي حد ايا كان القانون في صفه ولا مش في صفه، صاحب بيت ولا مش صاحب بيت، ايا كان صاحب شغل صاحب اي حد، مش من حق حد يمد ايده على اي حد. وفي خبر حلو بيقولوا ان في شاب اتبرع بشقة للمسن اللي اتهان ده مدى الحياة بدون اي اجر طول حياته، ودي الحاجة الحلوة.